أعزائي، مرحبا بكم في مستجدات قضية اليوم. الجلسة ديال كنزة تأجلت للخميس المقبل لأن السيد الرئيس مازال كيطالب بحضور المصرحين، ومن طبيعي جدا أن الهيئة خاصة تقتنع بحيثيات القضية من الأول. من خلال تصريحات ديال كنزة، مشات عند الطبيب الأسبوع اللي فات، حيدوا ليها الخيط وبقي كتحس بالحريق في الراس ديالها والظهر ديالها، وعندها السمع شويه ناقص. والطبيب اكد لها انه خاصها تتبع الدواء ديال الراس وديال الظهر. بالنسبه للقبص قال لها باقي لك واحد 2 سيمانات ان شاء الله ورجعي باش نحيدوه ليك. والغريب في الامر ان كنزه ملي كتكون ناعسه مسكينه كتبقى كتبكي وكتغوت وكتقفز من بلاصتها. هذا كيعني انه مازال عندها اثار الصدمه اللي عاشتها مسكينه، يعني مازال داك الخوف مسيطر عليها. وكتقول كنزه باللي كتحس براسها مازال باقي عند دوك الناس، يعني مازال كتحس براسها خايفه، ما كتحسش براسها انها في الامان، يعني داك الصدمه مازال ما بغاش تفارقها. الحمد لله الناس المغاربه تبارك الله كلشي دعمها، كلشي كيسول فيها، وكلشي وقف معها وقفه الرجال كما كيقولوا. الله يجازيهم بكل خير. من خلال ايضا التصريحات ديال الام كتقول باللي بنتها الحمد لله تحسنات، والزروقيه اللي كانت عندها في وجهها بدات كتنقص، ووجهها ايضا ولا كيرجع كما كان الحمد لله. وايضا بدورها كتشكر المغاربه اللي وقفوا معها ماديا ومعنويا، والحمد لله رب العالمين الامور بدات كتحسن بالنسبه لكنزه. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا واش بصح كنزه جاوها الخطاب مور ما وقع ليها هذا الشيء، بالنسبه لهذا الامر هذا فهي بعظمه لسانها كتقول باللي راه حتى شي واحد ما جا خطبها، ولكن كانوا الناس قبل ما يوقع لها هذا المشكل، كانوا الناس يعني بعض المرات كيجي شي واحد ولكن ما كانش كتقبل. ولكن يعني مور ما تشهرات، مور هاد الشيء اللي وقع ليها، حتى شي واحد ما جا يخطبها، يعني الناس غير كتزيد فيه شويه وكتبقى كتكذب. مشاهدينا الكرام، حاولت انني نلخص لكم مستجدات في قضيه كنزه اللي المات المغاربه بشكل كبير، والان هي كتماثل للشفاء والحمد لله. وفي نفس الوقت الملف بيد القضاء للبحث بدقه حول ملابسات القضيه. السيد الرئيس كيطالب بحضور المصرحين. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. مع السلامة.